يقهرني شنو؟ اكو حالات انذارات على الفريق السعودي ما حسبها. خلينا نشوف، بما ان احنا نتكلم عن هذا الموضوع معنا نعم. ابو بدر في غرفه الفار. ابو بدر، مسيت بالخير. حالات جدليه كثيره وهي في النهايه اخطاء، حالات تقديريه. عندك الكلمه. يا هلا اخوي يوسف، فيك من جديد انت والزملاء الافاضل. راح نتطرق له على السريع. طبعا الكلام اللي قاله كابتن ومير يخصه هو، يعني بالنسبه لكلام الحكام، لكن انا فيما يخص التحليل كخبير في القناه اقول بما يرضي الله ثم ضميري وبما لدي من مسؤوليه بالمسؤولين. عموما في دقيقه 17 خطا للعراق، هل يستحق بطاقه صفراء ولا لا؟ شوف الخطا موجود، ولكن الخطا بإهمال. وقف، ارجع بدر، ارجع بدر، بس وقف. لاعبين ثلاثة في منتصف الملعب، خطأ موجود لا يستحق البطاقة الصفراء، خطأ موجود بإهمال وليس هجوم واعد. هناك 3 لاعبين المنتخب السعودي على اللاعب العراقي، خطأ موجود ولكن بإهمال. الدقيقة 22 وهذا حديث الساعة، هدف السعودية الوحيد، كرة تلعب جهة اليمين، كان يجب على حكم مباراة التدخل، يعني التحرك للأمام في هذه المنطقة، خصوصا لما لعب الكرة الطويلة كان الحكم مواقف تماما. عموما هدف صحيح، هذا وضع يد وليس دفع، مثل ما قلنا المباراة اللي طافت السعودية منتخب قطر ومنتخب العراق، الدفع هذا وليس دفع، هذا وضع يد، ولكن اللاعب سقط. الكرة ليس ملعوب للاعب العراقي اللي احرز الهدف. مشي الكرة لو سمحت، شوف كرة في الهواء، شوف اللاعب 19 وشوف اللاعب الثاني العراقي، هذا وضع يد. اللاعب بالغ في السقوط. مدافع انت اصلا المفروض ما تسقط بالطريقه هذه، المفروض انت يعني ما تتكلم عنك شلون توقف تجاب للاعب، ولكن هدف صحيح لا يوجد مخالفه بهدف. فلذلك وافق الفار قرار الحكم ان الهدف صحيح، فلذلك صار في تشيك على الهدف، تشيك سايلنت فار ان الهدف صحيح ولا لا، ولكن الفار ايد الحكم ان لا توجد مخالفه. فلذلك وانا اقول لك الهدف صحيح. الحاله الثالثه خطا العراق في الدقيقه 27 في منتصف الملعب، ارجع، خطا موجود، الخطا موجود. انا اقول لك الانذار يجب ان يكون على الخطا، الانذار يجب ان يكون بعد ركل اللاعب السعودي الكره بعد الصافره. الخطا موجود باهمال اتجاه اللاعب لملعبه وليس ملعب الفريق المنافس. انا اقول لك الخطا موجود، ولكن لا يستحق البطاقه الصفراء. اللي يستحق البطاقه الصفراء من ركل الكره بعد الصافره للسلوك غير الرياضي. كان يجب على حكم المباراة إشهار البطاقة الصفراء للاعب السعودي اللي ركل الكرة بعد الصافرة. عموما دقيقة 39 هذا اللعب الدقيقة 29 لا توجد مخالفة، وراح أثبت لك بالدليل القاطع. الزاوية خلفية، بس وقف. اللاعب العراقي وضع يد، استمر هذا لدخول منطقة الجزاء. لاحظ الآن أخوي يوسف، كمل بدر، شوف لاحظ الآن، بس وقف. اللاعب السعودي يحاول يمنع اللاعب